في ناس مثلا عايزه 2 majors يجرب يبتدي major يعني مش ده اللي هو عايزه، مش ده اللي شايف نفسه فيه. فالحته دي بتدي الطلبه the ability to actually test the waters. طب يا دكتور ممكن تحكي لنا عن موضوع الدبل ميجر ازاي بيحصل، وهل في مثلا بروجرامز معينه هو الستودنت بيدخل بيختار ما بينهم ولا هو يقدر يميكس اند ماتش براحته؟ وهل ده مثلا بيبقى لو بيميكس اند ماتش لوحده هل هو بيبقى فيه ادفايزر مثلا بيقول له لا ده هيبقى مع ده، لا هيبقى هيساعدك في الدراسه، لا ده مع ده ممكن تبقى حاجه مش ميكست مع بعض او كده؟ This is a very good question. احنا بناخد عموما الطالب بيدخل الجامعه قدامه one of two options. في بعض الميجرز يقدر يديكلير from the gate، يعني من يوم ما يدخل يقول انا داخل بزنس داخل انجينيرنج provided ان الجريدز بتاعته في المستوى ده، او يدخل يكسبلور، وده البالك اوف الطلبه بتوعنا دول بيقعدوا سنه يشوفوا هم عايزين كل حاجه اكسبلور هو عايزه. في ناس مثلا عايزه 2 majors يجرب يبتدي major يعني مش ده اللي هو عايزه، مش ده اللي شايف نفسه فيه. فالحته دي بتدي الطلبه the ability to actually test the waters. انا عايز اكمل حياتي كده وده اللي عايش فيه ولا لا، واللي بياخده ده عاده ممكن يتقلب elective فمش بيضيع قوي حاجه. الدبل ميجر في زماننا ده الميجرز العاديه اللي هو بزنس انجينيرنج كذا لوحدها بصراحه مش كفايه. انتوا في age very competitive، فلازم الناس يبقى عندها an edge. الادج ده بيجي باما interdisciplinary programs، يعني انا بفهم ماث وكمبيوتر ساينس فبقيت داتا ساينتست، انا بفهم مثلا ده وده فبقيت مثلا actuarial scientist. ففي programs جاهزه كده، وده الترند الجديد الاي اي داتا ساينس، كل ده is interdisciplinary. او في حالة كتيرة الطلبة نفسها بتبقى عارفة ان عندهم 2 skills او حاجتين اقوياء فيهم وعايزين يلفرجن، then they can take double major. Actually they can mix and match، يعني ممكن ياخدوا double major, one major or 2 or 3 2 minors. It depends on whatever helps them reach objective بتاعهم. هو نفسه يبقى ايه في الاخر، عايز يبقى ايه، واحنا how he يعني mixes and matches او basically builds او tailors his journey في الجامعة to fit what he wants to do.